كان من عادة الملك فاروق يخرج بالليل ومعاه سكرتيره الخاص حسين حسني باشا، وياخدوا عربية مدنية عادية عشان يشوفوا الناس عايشة ازاي واحوالهم ايه. وفي يوم الملك نزل بعربيته والدنيا كانت برد جدا، ولما وصل السيدة عائشة شاف راجل قاعد على جنب، وقف بالعربية قدامه وسأله قاعد كده ليه؟ الراجل قال له كنت جاي اشوف شغل يا بيه والليل دخل ومعرفتش اروح. الملك فاروق سأله انت منين؟ الراجل رد من البحيرة وجاي اشوف لقمة عيشي هنا في مصر. الملك سأله طيب قاعد في البرد ليه؟ الراجل رد وهروح فين يا بيه؟ معرفش حد هنا. فاروق سأله طيب كلت؟ لكنه ما ردش، ولما سأله تاني قال له على اللقمة اللي خرجت بيها من البيت بس الحمد لله. الملك اداه فلوس يجيب اكل وسابه ماشي، وطول الطريق وهو راجع القصر فضل ساكت وما اتكلمش مع حسين حسني باشا على غير عادته. واول ما النهار طلع جمع كبار المسؤولين بشكل عاجل، وفي الاجتماع حكى لهم حكاية الراجل اللي قبله وقال لهم انا بفكر اعمل مكان اي حد جعان يروح ياكل فيه، وكانت دي بداية فكرة مطعم الملك فاروق الخيري. وبعد الاجتماع امر الحكومة بشكل رسمي انها تعمل مطعم في وسط البلد، وتحديدا في باب الشعرية عشان يستقبل الفقراء اللي عايزين ياكلوا. لكن الملك فاروق ركز على حاجة مهمة جدا، وهي ان الفقراء وهم بياخدوا الاكل ما يحسوش ان حد بيعطف عليهم، وعشان كده خلى الوجبة بقرش واحد بس، وكانت لحمة او فراخ مع الخضار والفاكهة كمان، واللي ما معهوش القرش ياخد الاكل ببلاش. والمطعم كان بيقدم افضل اكل وشرب، والملك فاروق عين مجموعة من احسن الطباخين عشان يعملوا الاكل للغلابة، وكمان عين طباخ كبير من القصر الملكي مشرف عليهم ومسؤول عن المطبخ، وكل الناس المحتاجة كانت بتروح تاكل هناك. وفي شهر رمضان موائد الرحمن بتبقى بطول الشارع، وفضل المطعم يخدم الغلابة 20 سنة كاملين على حساب الملك فاروق الخاص، لحد ما حصل اللي حصل في 23 يوليو سنة 52. وبعدها اتصدرت كل ممتلكات الملك فاروق والعيلة المالكة، والمطعم اتقفل طبعا. ولحد النهاردة اليافطة اللي مكتوب عليها مطعم فاروق الخيري موجودة زي ما هي، برغم مرور سنين كتير جدا، كأنها بتفكرنا بالحاجة الحلوة اللي ضيعناها من ايدينا. رحم الله الملك فاروق الأول وغفر له وتجاوز عن سيئاته.